بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وتكريما وتعظيما للقلم وللكتابة قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. يمكن يعني أنا شايف إن في يعني بوادر جميلة جدا فيما يخص الخط العربي، أن بدأ الاهتمام والنظرة إلى الخط العربي بشكل يعني جيد، من حيث أن بعض المراكز، بعض الهيئات، بعض مراكز الشباب، بعض الأندية، بعض حتى اللي هي عايز نقول الأماكن الخاصة بدأت تستعين ببعض دارسين الخط العربي في تعليم أبنائنا مبادئ الخط العربي، وده شيء كويس. لكن احنا فيما يخصنا هنا في بعض الكتابة يعني اللي هي الأكاديمية، حقيقة أنا وحشني شوية الخط الديواني، فأنا نفسي النهاردة نكتب حاجة بسيطة خالص بالخط الديواني للي هم هواة الخط الديواني. طبعا احنا بنكتب على قدر استطاعتنا، ومش داخلين لا في منافسات ولا داخلين بنعمل لوحة لمعارض ولا شيء، ولكن احنا بس النهارده هو يعني جاء في دماغي كده ان نكتب حاجة بسيطة خالص بالخط الديواني. أرجو أن تكونوا معنا، ويعني نعود لبعض إن شاء الله فترة صغيرة. فزي ما قلنا كده يعني أنا اشتقت حقيقة إننا نحاول نجرب إننا نكتب ديواني كده. فهنكتب حاجة بسيطة خالص، يبقى في تقسيمة كده معينة يعني عملناها. هنكتب مثلا البسملة، يعني هو الخط الديواني ما بتشكلش، لكن لا مانع ان نحط بعض التشكيلات الخفيفه كده يعني للتزيين الخفيف يعني. وبعدين يعني يمكن عايزين نكتب برضو نص بسيط او آية بسيطة، وبما اننا هنستفتح بعد فترة طويلة للخط الديواني نكتب مثلا: إن فتحنا لك فتحا مبينا.
وكما قلنا ان برضه الديواني ما بيشكلش، لكن برضه حاجات خفيفه. لا مانع ان احنا بعد ما كتبنا يعني النص بهذا الشكل ان احنا نكتب تحته صدق الله العظيم، بحيث يبقى يعني شيء يعني في شيء من التكامل كده. نقطتين الياء، اما ديت كسره كده للضاء العظيم وصدقه. يعني هيبقى احنا برضو بنحاول بقدر الامكان ان احنا برضو نسترجع بعض الامور اللي هي يعني توقفنا عندها، وبنحاول ان احنا نسترجع تاني يعني بعض الكتابات اللي احنا كنا توقفنا عندها. يبقى احنا قلنا برضو من الحاجات الايجابيه ان بعض الناس فعلا بدات تهتم بالخط العربي، بدات الناس الناس اللي هم خريجين مدارس الخطوط العربيه بدات تعلم الناس او الطلبه او اللي غاووا الخط العربي. فانا شايف ان الحكايه بصراحه بدات تنتشر كويس، وده من الاشياء الايجابيه. يبقى اذا نرجو تعاون الجميع في الاهتمام بالخط العربي، لان ده تراثنا، ده هويتنا اللي احنا يجب ان احنا نهتم بيه. ان شاء الله يمكن توقفنا شويه، لكن ان شاء الله
في الايام القادمه نكون متواصلين بشكل اكثر باذن الله. فاذا الى حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.